الإدغام. من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام. فهل تعرف معنى الإدغام؟ لكي تعرف معناه استمع جيدا للمثال الآتي ولاحظ الحروف الملونة. وأريدك أن تلاحظ ملاحظة أخرى بعد سماعك للأمثلة والتركيز على كيفية نطق الحروف الملونة. لمن يخشى. إن لم. نلاحظ في المثال الأول أن إدغام النون الساكنة في الياء كان مصحوبا بغنة، كما نلاحظ في المثال الثاني أن إدغام النون الساكنة في اللام تم بدون غنة. ونستنتج من ذلك أن الإدغام نوعان: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. والإدغام له حروف هي الياء، الراء، الميم، اللام، الواو، النون. ولسهولة حفظها جمعت في كلمة يرملون. ومن هذه الحروف ما هو مختص بالإدغام بغنة، ومنها ما هو مختص بالإدغام بغير غنة. وحروف الإدغام بغنة هي الياء، النون، الميم، الواو. ولسهولة حفظ هذه الحروف جمعوها في كلمة ينمو. أما حروف الإدغام بغير غنة فهي اللام والراء. ولكن هيا نتعلم كيفية النطق الصحيح لحكم الإدغام. أولا، الإدغام بغنة. استمع معي للأمثلة الآتية ولاحظ نطق الحروف الملونة في الأمثلة الآتية. لمن يخشى. خيرا يره. فلن نزيدكم. لاحظ أننا أدخلنا النون الساكنة والتنوين في حروف الإدغام، وحدثت الغنة التي هي صوت يخرج من الأنف بمقدار حركتين، فعلينا أن ندغم النون الساكنة أو التنوين في هذه الحروف. ومن الخطأ أن نظهر النون الساكنة أو التنوين، فنقول مثلا لمن يخشى. خيرا يره. فلن نزيدكم. ومن الخطأ أيضا أن نخفي النون الساكنة أو التنوين دون غنة، فلا نقول لمن يخشى. خيرا يره. فلن نزيدكم. أما الإدغام بغير غنة فنطقه كالتالي: إن لم. ويل لكل همزة لمزة. من رحمة. غفور رحيم. لاحظ، لقد أدغمنا النون الساكنة أو التنوين في اللام أو الراء، ونلاحظ أن هذا الإدغام تم بدون غنة. ومن الخطأ أن نظهر النون الساكنة أو التنوين، فلا نقول إن لم. ويل لكل همزة لمزة. من رحمة. غفور رحيم. ولعلك تلاحظ أن الأمثلة التي سمعناها جاء الإدغام فيها في كلمتين، فهل ذلك كان مقصودا؟ نعم، إنه كان مقصودا. فالإدغام لا يكون في كلمة واحدة حتى لو توافرت الشروط التي قلناها من اجتماع حروف الإدغام مع النون الساكنة أو التنوين. لاحظ ما حدث في كلمة صنوان قنوان، فالنون في الكلمتين ساكنة وجاء بعدها الواو، ورغم ذلك لم تدغم، لأن الإدغام يتم دائما في كلمتين. ولكن كيف نؤدي هذا الحكم بطريقة صحيحة؟ لاحظ، اللسان يتحرك من التصاقه بسقف الحنك إلى مخرج الياء مع أثر الغنة. التعريف: الإدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء، وفي الاصطلاح هو إدخال النون الساكنة أو التنوين في حرف من حروف يرملون، وينقسم إلى إدغام بغنة
وحروفه مجمعة في كلمة ينمو، وإدغام بغير غنة وحروفه اللام والراء.